السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني أنا شيماء ودي قناتي، أتمنى تشتركي فيها وما تنسيش حبيبة قلبي تاخدي جولة في القناة، إن شاء الله هتلاقي فيها ولو فكرة أو معلومة صغيرة هتفيدك. وما تنسيش كمان اللايك الحلو من ايديكي، قناتنا لسه صغيرة وإن شاء الله تكبر معاكم وبيكم. بس قبل ما نبدأ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو اللي فات انا عرضت معاكم المشتريات بتاعه الخضار اللي انا نزلت جبتها من السوق. وهبدأ دلوقتي ان انا ارصها معاكم، وهنتكلم كمان ازاي نظبط الميزانية بتاعتنا وازاي نمشي الشهر بتاعنا، سواء كان من المشتريات اللي احنا بنجيبوها مرة واحدة في الشهر او المشتريات المتجددة اللي هي بتخلص معايا على مدار الشهر وبضطر ان انا انزل اجيبها تاني. وبصراحة المنظمات ديت حلوة قوي في رصة الخضار وبتكون عملية كمان وسهلة في استخدامها. انا درج الخضار بتاعي صغير فاضطريت ان انا اشتري المنظمات دي وبحطها في اول رف فوق درج التلاجة. بصوا جربوا كده ان كنتم ما تخسروش الخضار اول ما تجيبوه، وتشيلوه كده زي ما هو، بس اهم حاجة طبعا ما يكونش مبلول. انتوا زي ما شفتوا انا حطيت ورق كراسات ابيض تحت. ساعات كنت بحط مناديل لو عندي، بس انا ما كانش عندي. بس ما فيش مشكله، ورق الكراسات الابيض ده برضو هيقضي الغرض. فزي ما انتوا شايفين الخضار بتاعي كله ناشف كده، وابدا ان انا ارصه. طول ما هو ناشف عمره هيطول معايا في التلاجة ومفيش واحده هتبوظ مني. الكميه دي ان شاء الله هتكفي معايا 10 ايام. وحاجات الخضار بصراحه بحب ان انا اقسمها تبقى 3 مرات في الشهر كده. يعني كل 10 ايام انزل مره اشتري طلبات السوق للخضار اللي تكفيني وتقضيني ال10 ايام كلهم. بصراحة الطريقة دي بتوفر عليا كتير، لاني انا كل ما هنزل السوق اكتر كل ما عيني هتروح هنا وهتروح هنا، وابدأ ان انا اشتري في حاجات وطلبات انا مش محتاجاها. انما طالما انا معتمدة على الكمية دي موجودة عندي في البيت، خلاص انا هدبر نفسي وهظبط اموري ان هي دي الكمية اللي ان شاء الله بتاعت الخضار اللي هتكفيني على مدار ال10 ايام. فانا كده يعتبر بقلل الاستهلاك بتاعي، طول ما انا ما بنزلش فانا هقلل من الاستهلاك بتاعي. ولو انتي حابة انك تنزلي مثلا مرة كل اسبوع برضو مفيش مشاكل، حاجة ترجعلك يعني. بس انا بقولك من تجربتي بصراحة، يبقى انتي لو نزلتي مرة كل اسبوع كده انتي هتضطري تنزلي على مدار الشهر 4 مرات هتجيبي فيها كل الخضار ده تاني. انما لما بتزودي مثلا شويات في الخضار ل3 ايام الزيادة دول، فانتي كده هتحسي انك ما صرفتيش فلوس زيادة بتاعت النزولة الرابعة للخضار. فاهميني ولا لا؟ فانتوا كده بتعتبروا بتحجموا المصاريف بتاعتكم بتاعت السوق، بالاخص ان احنا لما بننزل بنلاقي ساعات مثلا بياع واقف بيبيع حاجه كده، حد واقف بيبيع حاجه كده، فايه عينينا دايما تجري عليه ونبدا نطلع فلوس ونشتري حاجات احنا ما بنكونوش محتاجينها. انما كده لا، انا الحمد لله الحاجه عندي تكفيني 10 ايام، خلاص انا كده مش هضطر ان انا انزل تاني. وبالنسبة للبطاطس خلي بالكوا هي ما بتتحطش في التلاجة، لان هي لما بتتحط في التلاجة بتبقى عاملة زي البطاطس المسكرة اللي هي بتاعة الصينية. ولو هي تحمير، التحمير بتاعها ما بيكونش احسن حاجة، بيبدأ ان هي تسكر وتحلون كده وتبدأ تحمر معاكي. جربيها كده لو انتي بتشيلي البطاطس في التلاجة وخدي بالك، هتلاقيها جودتها في التحمير مش زي ما كنتي جايباها اول مرة. والطماطم طبعا رخيصة الفترة دي، اعملي حسابك ان كل نزولة تجيبي لك اقل حاجة 2 كيلو وتعمليهم صلصة وهينفعوكي في الفريزر. اما بند بقى المنظفات وبند الخزين بتاع البيت اللي هو الرز والمكرونات والزيت والكلام ده كله، فهو يفضل طبعا ان لو الميزانية بتاعتك متاحة انك تجيبيه مرة واحدة في اول الشهر. هتحطي فيهم مبلغ على بعضه، بس هتحسي ان البيت عندك فعلا اتملى حاجات كتير قوي. يعني عندك دقيق، عندك زيت، عندك رز. من اقل حاجة لو الدنيا مزنقة معاكي هتعرفي تطلعي وجبة للولاد ويوم وهتقضوه. وبالنسبة للحوم انا ما بحبش اجيبها ان هي تقعد عندي في الفريزر اكتر من اسبوعين، سواء كانت لحمة او فراخ. يعني هو اسبوعين حلو قوي عليها. فانا اظبط ميزانيتي واقسمها ان انا انزل اجيب اللحوم بتاعتي مرتين على مدار الشهر. يعني مثلا اجيب فرختين اول اسبوع، وابدا ان انا اظبطها كده واقطعها زي ما عملت معاكم في الفيديو اللي فات، وابدا اسحب منها طول الاسبوعين. سواء بقى هتعملي فرخة على بعضها في اسبوع، هتقسميها وجبات زي ما انا عملت كده المرة اللي فاتت، فدي حاجة ترجع لك انتي.
نفس النظام برضو في اللحمة، ما بحبش اجيب كميات كبيرة، هو على قد بس الاسبوعين وعلى قد استهلاكي، بقعد كده احسبها بالورقة والقلم واشوف انا هعمل ايه في الاسبوعين دول، وابدأ بناء عليه ان انا اشتري عشان الحاجة ما تطولش معايا في الفريزر. والسمك طبعا ده بيبقى مرة واحدة في الأسبوع، يا إما ممكن تكون مرة كل 10 أيام على حسب لو انتي ولادك بيحبوه قوي يعني أو لأ. بس هو بتاع أكلة يوميها، يعني بنزل أشتري السمك بتاع يوميها وبرجع أعمل شوية رز وشوية بطاطس كده، وشوية سلطة وخلاص. هو كده أكلة السمك بتتاكل في يوميها. ما بحبش بصراحة إن أنا أخزن أسماك خالص في الفريزر. وبالنسبة للفطار انا بتعامل معاه معاملة الخضار بالظبط، يعني بنزل كل 10 ايام اجيب حاجات للفطار بتاعي مع يوم الخضار. شوفي بقى حسب استهلاكك، انتي بتستخدمي كيلو ونص لبن، 2 كيلو، 2 كيلو ونص، انتي ادرى بالكمية اللي انتي بتستهلكيها. وبجيبها على بعض، سواء كان لبن بلدي بغليه وبحطه في الفريزر او لبن معلب بيفضل تحت في درج التلاجة. وبجيب 10 بيضات، بجيب علبة جبنة بيضة، بجيب نص كيلو قريش، بجيب مثلا لو انتي بتشتري فول وبتدمسيه في البيت مفيش مشاكل جيبي ربع كيلو. لو مش عايزه جيبيلك 3 4 اكياس وحطيهم في الفريزر. وكيسين فلافل كمان هينفعوا معاكي، مره تمشيها فلافل مع جبنه كده وشويه جرجير، مره فول مع بيضتين كده وتقليهم للولاد، والدنيا هتمشي معاكي. بالطريقه دي هتلاقي عندك ان على مدار الشهر كله انتي بتنزلي السوق والسوبر ماركت اكتر من مره، ودايما بيتك موجود فيه حاجات، على عكس طبعا ما الحاجه تبقى من اول الشهر موجوده قدام ايديكي. وطبعا بننزل فيها سحب وبتنزلي فيها استهلاك وبتستسهلي بقى النهارده هعمل كذا بكره هعمل كذا، ايديكي بتروح على اكتر حاجه سهله. فتبصي تلاقي اخر الشهر الدنيا زنقت معاكي، والبيت حرفيا ما بيكونش فيه اي حاجه، وبتبدأي بقى ادبرها ازاي المها ازاي. فصدقيني الطريقه دي هتلاقي نفسك دايما بتنزلي دايما بتشتري حاجات، الحاجه مش قدام الولاد بطريقه كبيره. انتوا عارفين برضو هما في الاول وفي الاخر هما اطفال صغيرين، فطول يعني حطيتش قدامهم اي حاجه هيفضلوا طول النهار رايحين جايين عليها لو موجوده قدامهم بكميات. انما كده انا بشتري بنظام المعقول، والحاجه برضو تبقى قدامهم بالمعقول، فاستهلاكهم وانتي كمان استهلاكك هيكون بالراحه وواحده واحده. ومش معنى كلامي دوت ان احنا مثلا نحرم ولادنا او ما نجيب لهمش الحاجات اللي هم نفسهم فيها او نجوعوهم او كده، لا خالص والله. بس الفكرة زي ما قلت لكم ان هم عيال صغيرين في الاول وفي الاخر، الحاجة طول ما هي هتفضل قدامهم هيفضلوا رايحين جايين عليها رايحين جايين عليها. يعني مثلا نزلت اشتريت حاجات للفطار بتاعة الشهر كلها مرة واحدة، صدقيني هيفضلوا رايحين جايين على الجبنة التركي دي مثلا حاف كده. واحنا امهات وبيوتنا كلها كده النظام اللي انا بتكلم فيه ده. فلا انا اظبط مشترياتي كده وابدا ان انا انزل اشتري كل 10 ايام حاجات الفطار، كل 10 ايام حاجات الخضار، اللحوم معايا بالاسبوعين. الحاجة الوحيدة اللي انا بجيبها على مدار الشهر مرة واحدة هي المنظفات والخزين الاساسي بتاع البيت. طبعا الميزانية ديت او الطريقة دي للناس او للبنات اللي هي دخلها بالشهر هتكون عملية معاهم جدا ومفيدة معاهم جدا. وزي ما قلت لكم هيلاقوا على مدار الشهر دايما بينزلوا السوق، دايما بيتهم فيه خزين، دايما بيتهم فيه خضار. جربي الطريقة دي هتلاقي ان كلامي كله مظبوط. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بأي حاجة صغيرة، واستنوني في فيديوهات تانية. وما تنسيش تدعميني باللايك والكومنت بتاعك. القناة بتاعتنا لسه صغيرة وان شاء الله تكبر معاكم وبيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.